شوية مكرونة بالبشاميل كده جوسي وسهلة قوي وطعمها خطير، هتعجبكم قوي. لو اول مرة بتشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك، وشكرا جدا ليكم. نبتدي بقى الوصفة بتاعتنا. هنزل بقى في طاسة سخنة كده بمعلقة زيت، وهنزل باللحمة بتاعتي تاخد صدمة حلوة كده. وبعدين هجهز بقى البصل، حطيت شرط البصل وقطعته وحطيته في المحضر عشان افرمه. هنفرمه فرم متوسط، يعني ولا ناعم قوي قوي ولا خشن، برضو هنخلينا كده في المتوسط، يعني زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هدي كده رشة فلفل اسود للحمة بتاعتي، وابتدي اقلبها على الجنب التاني عشان تاخد لون من الناحيتين. قبل ما انزل عليها باي حاجة لازم كده تكون خدت لون حلو من الجنبين. بعدين هنزل عليها بالبصل، وهنزل بالبهارات بتاعتي. البهارات زي ما تحبوا بالكمية اللي تحبوها. انا حبيت احط كذا حاجة بس بكميات قليلة، بحط كاري وبابريكا، وبحط فلفل اسود طبعا اساسي، مع الكمون والكزبرة وشوية حبهين كده مفرومين صغيرين قوي، يعني نطحن الحبهين ونرش رشة صغيرة كده، بتدي طعم خطير لأي لحوم. هاجي بقى اجهز المكرونة بتاعتي. حطيت المية، حطيت فيها شوية ملح وشوية زيت عشان المكرونة متلزقش. لازم المية تكون بتغلي كويس عشان المكرونة متعجنش معانا. نزلت بقى بالفلفل بتاعي، وبعدين بقلب كده كويس، وهنزل بقى بشوية توم مفرومين كده، بيدوا طعم خطير خطير للحمة، بيشيلوا منها اي ريحة زفارة. هنيجي بقى نجهز البشاميل. بحب احط كده مكعب مرق عليه شوية مية مغليين، بيدوها طعم حلو قوي. ممكن نحط شوربة، ممكن نحط انا بحب اكتر احط المرق، بحب طعمها مع البشاميل جدا. حطيت 3 معالق من السمنة عليهم 3 معالق من الدقيق، وقلبته كده لحد ما خد لون شوية. وبعدين حطيت حوالي كيلو الا ربع من اللبن مع كوباية الشوربة اللي هنحطها. هننزل باللبن واحدة واحدة مع استمرار التقليب. بعد كده بقى هحط كده رشة من الفلفل الاسود وورقتين لورا، بيدوا طعم جميل جدا للبشاميل برضو. بعدين نزلت بقى اول ما تقل، نزلت بكوباية الشوربة، وقسمت بقى المكرونة 2، حطيت عليها شوية بشاميل، ونزلت في البايركس بقى، بدأت احط طبقات. تحطوا بقى زي ما تحبوا، في ناس بتحب تقلب اللحمة مع المكرونة، بس انا ما بحبش كده صراحة، بحب اعملها طبقات كده زي ما اتعودت يعني. اخيرا الوقت والجهد وكل حاجة، المكرونة ما بتترسش خالص، انا بحطها كده بسويها بالسباتولا، بتتساوي بتبقى زي الفل. بس حابين ترصوها زي ما تحب. انزل بقى باللحمة. طبعا مش قادرة اقولكوا على جمال طعم اللحمة وريحتها عشان الحاجات اللي حطيناها عليها. هساوي بقى كده، وحطوا بقى بشاميل في كل حتة زي ما انتوا عايزين عشان تبقى جوسي معاكوا كده وحلوة قوي. حطيت برضو على نص المكرونة التاني شوية من البشاميل، ورصيته برضو فوق كده، ضغطت عليه بالسباتولا وسويته بقى كويس جدا. وش بقى المكرونة، حابين تحطوا شوية قشطة مع شوية سمنة كده على الوش، هتاخد لونه تبقى زي القمر. حابين تحطوا بيضة مع شوية لبن وفلفل اسود، برضو بتبقى خطيرة. حابين تحطوا جبن زي ما انا حطيت كده تمام، مش هيقول لا. انا حطيت موتزاريلا مع شوية رومي كده. اي حاجة عندك حطيها هتبقى زي الفل وهتاخد وش. في ناس ما بتحطش اصلا حاجة، هي مجرد رشة بقسماط كده على الوش. المتوفر عندك حطيه، وبس بتدخليها بقى الفرن يعني نص ساعة في الفرن او اقل شوية. انا بوطي عليها كده شوية، وبعد كده بفتح عليها شوية، كل حاجة مستوية يعني، كمان اقل من نص ساعة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش السبسكرايب للقناة واللايك، وشكرا ليكم.